يا أسى واحدة قابلتها في كل البلاد بزيادة ظلم ومقلسة، أنا وجع ذات قدمتلك كل اللي أقدر أعمله، وعملتلك كل اللي ينفع أعمله، ولا فايدة جاية من وراكي ولا حتى حبة من الفتات. وإن كان عليك عادي جدا إن أكون سلعة مزاج، رخصت تمني لدرجة إني ماليش تمن، ضيعت حلمي ويا لعبة الزمن. عودي انحنى، ظهري اتكسر بإيديكي انت وفي العالم، وبكل فكر وبالوقاحة بيقولوا إن انت وطن. طب يا وطن، ازاي يا غالية اللي ذهب يتحط في خانة نجوم، واللي بحقوقه راح طلب بيبقى نمرة في السجون، اللي سرق واللي قتل بيكرموه وقت اللزوم، واللي اتقتل واللي اتسحل حكموه بتهمة الخيانة والعمالة والجنون. صحك غلط، صحك غلط، والعدل مرمي في الزبالة، والجاهل اللي حرامي اصلا بيبقى وجهة للعدالة. لو واحدة مليانة شقة حلمت تجوز بنتها بالقسط ومدية كمبيان، بقت سجينة حبسكم سنتين 3 يظلمكم، بقى زيها زي اللي سارق حلمكم، ضيع حقوق اجيال كتير وسقانا من دير الاهانة. طب ده كلام؟ قول يا وطن، رد بحقيقة تتسمع وبلاش تزود في الخيال. من يوم ما عيني اتفتحت وانا بسمع ان انت الامل وانت الحياة وانت الجمال، والنيل وارضك والهرم هم التاريخ، هم اللي حاضر، هم اللي جاي، ومفيش عمل ومفيش سكن ومفيش فلوس ومفيش نظافة في الشوارع ومفيش محاكمة للرؤوس، والأزمة شيء مش مفتعل. طب ده كلام؟ قول يا وطن، رد بحقيقة تتسمع وبلاش تزود في الملل. لا، والجديد انك بقيت مظلمة، ونقول يا نور يقولوا أزمة مكملة مستسلمة ومفيش حلول هتحل قبل كام سنة. طب كنتوا فين؟ يخرب بيوتكم، حرامية لابسين البدل والعقل فاضي للجدل، والمسخرة عايشين هنا في الظلمة لو مليون. اما احنا عاد حرامية لابسين البدل والعقل فاضي للجدل، والمسخرة عايشين هنا، اما احنا عادي نعيش كده في الظلمة لو مليون سنة. مكتوب علينا احنا الشقة. طب ده كلام؟ قول يا وطن، رد بحقيقة تتسمع وبلاش تزود في الظلم. طبعا يا غالية مفيش ردود، انا عارف ان مفيش ردود. انت كده لو كان عاجبني اني اموت واعمل بعيش اديني ميت، لو مش عاجبني عليا اسكت وانكتب بالجزمة، هسكت وانكتب او هحتكر من على الوجود. هتسجن، هتقتل، ومفيش بديل ومفيش وعود غير ان في الحالتين هموت. حاضر هموت.